في المقطع ده هنتعلم مع بعض شوية تريكس كفيلة انها تخليك ديزاينر محترف، تقدر تطبق اي حاجة تيجي في دماغك وما تعطلش على اي حاجة في الديزاين بتاعك. وهنبدأ بأول تريك وهي الباك جراوند ريموفر، يعني عايزين نشيل الخلفية من الديزاين ده ونخلي الايتمز بس. ففي اوبشن هنا اسمه بي جي ريموفر اللي هو باك جراوند يعني ريموفر، نكليك بس عليه كده بعد ما بندوس على الصورة بيبدأ يشيل لنا الخلفية من الديزاين. ولو شغال مثلا من الموبايل ودي مش ظاهرة معاك ففي اوبشن تاني ممكن من edit هنا هنلاقي الاوبشن بتاع الباك جراوند ريموفر، نضغط عليها من هنا هتتشال معاك. وفي اوبشن تاني برضو عندنا لو عايزين ناخد منتج لوحده، عندنا الماجيك جراب بنكليك عليها كده لو عايزين نختار جزء معين من الديزاين، فبيقول لك كليك لو نقدر احنا نكليك عليها بالشكل ده، او الطريقة التانية البروش ان احنا نعلم كده على الجزء اللي احنا عاوزين نطلعه لوحده من الديزاين ونعمل كليك على جراب، هنلاقيه طلع المنتج او الجزء ده من الديزاين في لاير لوحده خالص، نقدر ان احنا نتحكم فيه من غير خلفية او اي حاجة. فنقدر ان احنا نسحب الديزاين ده كده ونضيفه في ديزاين تاني، وصورة الخلفية دي نفسها نقدر نجيب من element كده ندوس على فوتو ونكتب، ممكن نكتب بالعربي عادي مثلا ترابيزة مطعم زي كده، فيطلع لنا اوبشنز مختلفة ان احنا ممكن نضيفها كباك جراوند ونضيف عليها البرودكت بتاعنا ونبقى عملنا ديزاين للبوست. الماجيك ريكومنديشن ده بيجيب لنا، هو بيقترح علينا برضو حاجات تانية ليها علاقة باللي احنا سرشنا عليه او اللي اخترناه، ممكن برضو نبقى نختار منها اي حاجة عشان بوست تاني. طيب المنتج هنا شكله مش حقيقي قوي، ممكن ان احنا نكبره مثلا بالشكل ده عشان يكون شكله حقيقي قوي. ممكن نعمل له تريك كمان بتاعة الشادو في الافكتس، هنا هنلاقي فيه الدروب دي دروب شادو، لو ضغطنا عليها كده وهنلاقي تحت بالسكرول شوية الاديتس بتاعت الشادو، لو عملنا زوم شوية هنا اهو هنلاقي ان الشادو اوريدي موجود. فبلور دي درجة الضباب بتاعت الشادو، انجل دي الزاوية بقى بتاعت الشادو، فاحنا عايزين نخليها زي الديزاين ده. كده خلاص، يعني مثلا الانجل دي بقت نفس الشادو كله نفس الناحية. والاوبشن ده مثلا بنقرب وبنبعد البرودكت يعني عن الشادو، فاحنا كل اللي عايزينه يبقى شبه باقي الايتمز مثلا الموجودة في الصورة. وهنا درجة الحدة بتاعة الشادو يعني عامل ازاي، نلعب فيه الاوبشنز دي ونحاول نخليه شكله منطقي وريليتد بباقي الايتمز الموجودة في الديزاين. فبعد الايديتس دي خلاص الطبق مبقاش شكله ملزوق كده على الديزاين، ولكن بقى شكله منطقي شبه باقي الايتمز اللي جنبه.